الممبار البوبس هتعملوه بأسهل وأحلى طريقة ممكن تاكلوه بيها. هنعمله من الألف للياء بطريقة سهلة جدا. أول حاجة بجيب حلة وبسخنها كويس الأول، وبعد كده بضيف لها حوالي معلقتين زيت أو 3 معالق. بحط الصلصة أشوحها مع الزيت الأول، ودي الحقيقة خطوة بتخلي الصلصة مفيش فيها المزازة اللي احنا بندوقها. يعني الخطوة دي بتطير المواد الحافظة اللي في الصلصة، وبتخلّي ما فيش فيها تبقى مززة كده أو زعقة شوية. بعد كده بنضيف لها عصير الطماطم المضروب، جهّز بقى الخلطة بتاعتنا. الرز ما باغسلوش، باسيبه زي ما هو كده، وباحط عليه الخضرة اللي هي شبت وكزبرة وبقدونس. وبعد كده باحط بصلة متقطعة مكعبات، يعني ما تكونش كبيرة أوي، وباحط كمان معلقة من النعناع الأخضر، أو لو ما فيش ممكن تحطي نعناع ناشف، يعني يا ده أو ده. ومعلقة من الفلفل الأحمر، ودي طبعًا اختياري، بس بصراحة بتدّي طعم تاني خالص. وحوالي طماطماية متقطعة مكعبات، وطبعًا بنضبّط بقى الملح والتوابل بتاعتي. باحط الملح، وباحط التوابل اللي هي التوابل الشرقية بتاعتنا اللي هي الكمون، بنحط معلقة من الكمون، ومعلقة من الكزبرة الناشفة، وبنحط كمان معلقة من الفلفل الأسود. دي البهارات الأساسية. باجي بعد كده باحط ربع معلقة على طرف المعلقة كده من القرفة، حاجة بسيطة جدًا ما نكترش، ونحط رشة زيت على كل الخليط ده، ونبتدي بقى ندعك. أهم حاجة بقى الدعك ده، دعكة البصل مع الخضرة. بتطلّع كده الزيوت العطرية اللي في البصل وفي الخضرة، وبتخلّي ريحة الخلطة بتاعة الممبار تحفة. ده كده الخلطة بتاعتنا جاهزة. باستنى بقى لغاية ما الطماطم بتاعتي الطماطم والصلصة تتسبك، وهاضيفها على الخلطة اللي إحنا عملناها دي، وهابتدي أقلبها طبعًا كويس أوي، واسيبها لغاية ما تبرد. يعني ما نحشيش بيها الممبار وهي سخنة. أول ما تبرد أبتدي بقى أحشي الممبار. باجيب بقى الممبار بتاعي زي ما أنتم شايفينه، أنا سايباه طويل ما قصيتوش. البوبس ما بيتقصّرش، ما بيتقصّش، بيتساب طويل زي ما هو كده. بابتدي أنا باخلّي الدهن بتاعه من جوّه، لإن ده بيطعم الرز، أمّا بيسيح كده مع السلق بيدّي طعم حلو أوي للرز. فباخلّي الدهن من جوّه، وابتدي بقى أحشي، أحط فيه الرز لغاية ما باملاه. ما باملاهوش أوي، بيبقى متبطّط زي ما أنتم شايفين كده. باجي بقى أبتدي إن أنا أربّطه. باجيب خيط، وطبعًا اوعوا تستعملوا خيط فيه ألوان، لإن الألوان دي صبغات، يعني حاجات مُضرة. فبتستعملوا خيط بتاع المطبخ الأبيض اللي ما فيش فيه أي ألوان خالص، نربط الطرف بتاعه. وتشوفوا بقى أنتم حسب أنتم الحجم عايزينه قد إيه، يعني عايزين البوبسي دي كبيرة والّا صغيرة زي ما أنتم عايزين. بتقيسوها، بتبقى نفس المسافة تقريبًا بين كل واحدة وواحدة. وابتدي بقى أربطها بالخيط بتاعي لغاية ما باخلّص الممبارة الطويلة، أبطّط كده وابتدي أربط بحيث إن هُم كلّهم يبقوا نفس المقاس. واحدة واحدة كده ونربطها لغاية بقى ما باخلّصه كلّه. وده بيبقى شكله بيبقى عامل زي العقد كده. هاجي بقى بالخلة وابتدي أدوس عليه عشان ما يبقاش فيه أي هوا، أطلّع الهوا منه بخلة كده، وابتدي إن أنا أدوس عليه وأطلّع. لإن وأنتم بتربطوه بتحبسوا الهوا، فبيبقى فيه زي فقاعات هوا كده. وده كده شكل الممبار بتاعنا اللي هيتسلق بالشكل ده كده. أنا عملت البابس وعملت شوية كمان من العادي، هاوريكم بقى تَكّة ما تخلّيش الممبار ينزّل أي رز في السلق. باجيب طاسة باسخّنها أوي من غير أي زيت ولا حاجة، واحط فيها الممبار وهي سخنة. بُصّوا بمجرد ما بنحطه الممبار بيقفل على نفسه بالشكل ده. ده كده بيخلّي الممبار لمّا يتحط في المَيّة ما ينزّلش الرز بتاعه، وتبقى المَيّة بتاعتنا نضيفة خالص. أهو بُصّوا قفل على نفسه إزاي بالشكل ده كده. لإن الممبار بمجرد ما بيتعرّض للسخونة الجلد بتاعه ده بيقفل. باخده بقى يعني دول شوية ينزّلوا شوية مَيّة كده ما فيش مشكلة. المهم إن هو يقفل عندي بالشكل ده كده. هاجي بقى أخلّص الكمية اللي أنا عاملاه. البوبس ما بيحتاجش إن إحنا نعمل له كده، لإن هو متربّط فكده، كده مش هينزّل أي رز منه. باخلّص بقى كمية الممبار اللي أنا عايزة أقفّلها بالشكل ده. وهاجي بقى في الحلة بتاعتي. الحلة بتاعتي أكون حاطة فيها مَيّة، أحط عليها بصل، ورق لورا، حبّهان، شوية قرفة صغيّرين، وشوية فلفل، واحطهم في الحلة اللي بتغلي. واجي بقى أحط الممبار بتاعي. البابس هنحطه الأول
بُصّوا بمجرد ما بيتحط بيقفل كده وبيبقى عامل زي العقد بالضبط، وبعد كده أبتدي بقى أضيف الممبار اللي إحنا أصلًا قفّلناه على النار أو حطيناه سِخن على النار شوية، فبنلاقيه إن هو بمجرد ما نحطه ما بينزّلش بقى زي التاني رُز لأ، بيبقى خلاص كده نضيف خالص. بُصّوا ده كده شكل البُص، بُصّوا عمل إزاي لمّا نزل المَيّة السخنة، شكله بيبقى حلو أوي، وكمان حلو أوي في الأكل. آجي بقى أضيف الممبار التاني أهو، بُصّوا ما فيش أي رُز هينزل منه خالص، واحطه في المَيّة بتاعتي، وهنا بقى لقيت إن المَيّة كتير أوي، فباحط مَصفى زي كده عشان ما آخُدش التوابل والحاجات اللي أنا حطيتها وتترمي، فباحط مَصفى وآخُد المَيّة الزيادة. ده كده البُبس لمّا طلع، بُصّوا بيتفك بكل سهولة، بتروحي شايلة الفتلة منه وبتطلع عندِك كِوَر صغيّرة بالشكل ده كده. عايزة أقول لكم إنه على السُفرة بيبقى شكله حلو وفي الأكل أحلى وأحلى كمان. ده كده بيبقى شكله. بنيجي بقى في طاسة فيها زيت غزير، زيت سُخن طبعًا، وبابتدي بقى أحط الممبار بتاعي وأحمّره. في ناس بتحبه متحمّر أوي، وفي ناس بتحبه يعني يا دوب أشقر كده، وفي ناس أصلًا ما بتحمّروش. ده كده بقى بيبقى شكله لمّا بيتحمّر، بُصّوا بقى طالع شكله عامل إزاي، بنقدّمه بقى نرُش عليه شوية بقدونس كده عشان يمُص الزيت بتاعه، وبيتقدّم على السُفرة، وده كده شكله وألف هنا.